اخواتي فين؟ كل سنه وانتم طيبين. مين العيد دوت وبلا فخر لبس خازوق قد كده وملمش ولا جنيه عاديه؟ طب مين عنده الاخت او بنت العم اللي لما تشوف العجل او الخروف بيتذبح لازم تتموحن كده؟ لا انا منكم ما تذبحوش، بلاش تقتلوا، ده كيوت فشخ. طب مين المقرف اللي لما يشوف عجل مذبوح لازم يروح يلغوص الكفين في الدم ويروح عاملهم على الحيطه؟ ده غير اللي بيبقى ماشي الجلبيه بتاعته كلها خمسات حمرا لو لسه ما عملتش لايك. ده غير الخريان اللي بيفضل كل سنه يهري عن العجول. ياض العجل شالوا دماغه، شالوا رقبته، فصلوها وراح قام جري على النص يا ما حدش عارف يسيطر عليه. اول ما كلته بالنص بص لي كده عينه جت في عيني راح مفرفص على الارض. القصه ان هو نفس الهريه ده اللي بيبقى واقف يصور العجل من بعيد، لا وممكن يقف يسند معاهم كده هو. طب مين اول ما العجل بيتذبح بيلاقي ابوه قلب مصاص دماء وبياكل الكبده نيه؟ اكيد عندك منه ده في العيله، لو مش ابوك يبقى عمك او خالك، لازم الزومبي ده موجود. طب مين الاخ المرمطون المقرف المقزز اللي اهله مخصصينه لتنظيف الكرشه والمنبار؟ طب مين امه وابوه بيسيبوا الخروف كله بشحمه بلحمه ويروحوا يسووا الليه ويعملوها على الغدا؟ ليا ايه يا ام بتاكلها الخروف؟ ولكل الناس اللي بتحب الممبار، طبعا انتوا عارفين ان الممبار ده كان محشي خرا قبل ما يبقى محشي رز، بس عادي المهم ان طعمه كويس. نخلينا في الحاضر ننسى الماضي، مفيش حد ملوش ماضي قذر. ومش هقول لو لقيت نفسك في الفيديو اعمل لايك عشان اكيد لقيت نفسك، اعمل لايك ما تستخسروش في اخوك.